السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رازوفيتش المدرب الجديد لنادي الزمالك، المدرب الصربي، نتمنى له التوفيق. وجون ادوار هو المسؤول قدام الجمهور على المدرب ده. بس احنا هنقعد وهنتفرج. عايزين بقى نشوف بقى رحيل معتمد جمال والتعاقد مع مدير فني اجنبي، هل كان في مصلحة الفريق ولا هيضر بالفريق الفترة اللي جاية؟ احنا بقى عايزين نشوف ومنتظرين، نتمنى التوفيق طبعا، ونتمنى النجاح. بس احنا مرسوعين من السنة اللي فاتت، اتلسعنا السنة اللي فاتت، فعشان كده مقلقين. كل الدعم وكل التوفيق طبعا اللي يخدم نادي الزمالك واللي ينجح مع نادي الزمالك، ما عندناش مشكلة. بس لا قدر الله اي اخفاق في ظل الظروف اللي احنا هنبقى فيها الموسم الجاي، ما فيش صفقات وما فيش دعم للفريق، ما تعرفش ردة فعل الجمهور هتبقى عاملة ازاي. ربنا يستر. الحق اللي يمشي ولا الباطل؟ الحق هو اللي يمشي. عشان كده كان لازم رضا عبد العال يمشي، اللي بيقول رأيه، اللي بيقول وجهة نظره، اللي كل او معظم المدربين ومعظم اللي بيحللوا قالوا نفس كلامه، بس هو كان بيتكلم بطريقته. فمشي رضا عبد العال عشان يريح الجهلوية، عشان الجهلوية تعبانين منه ومن لسانه. ماشي، ما هو الجهلوية دول اللي عايزينه بيعملوه. في 2020 الأندية كلها كانت رافضة تكمل الدوري أيام كورونا، وهو الوحيد عشان مصلحته ومعاه نادي مش عارف كان معاه سموحة أو إنبي ولا مش عارف مين، عشان مصلحته كمل الدوري. ومن ساعتها الدوريات بعضيها ورا بعضيها بايظة. عشان كده لجأنا لدوري المجموعتين الموسم اللي خلص ده. الدوري السنة اللي فاتت 3 بونت اتشالوا عشان هو يقدر ياخد الدوري، اتعرض له يعني. بيطلع تالت من 4 سنين وشارك مكان بيراميدز بحجة ترتيب الدور الأولاني. هنا أبو ريدة اتدخل عشان يشاركوا في دوري الأبطال ويقول لك التسويق ومش التسويق. لو الأهلي كان طلع رابع، هل هنا أبو ريدة كان طلب